السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. ورجعنا لكم النهاردة فيديو سهل وبسيط جدا، وهو إزاي تعملي القرص بتاعة الفران بطريقة سهلة وبسيطة جدا وموفرة لكل ستات البيوت. زي ما انتم شايفين هي القرص بتاعتنا عاملة إزاي، حاجة بسم الله ما شاء الله، وتقعد معاكي بدل اليوم اتنين وتلاتة واربعة وخمسة، وأول قرصة زي آخر قرصة. طبعا عايزين نفتح معاكم قرصة كده ونوريكم شكلها من جوه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حاجة فاخر من الآخر. طبعا عايزين تعرفوا الشيف إبراهيم حسن عمل ازاي القرص الجميلة دي، او القرص الطرية المحترمة دي اللي احنا بنشتريها من الفران بأسعار خيالية، بمقادير متوفرة في كل البيوت. مش عايز اقول لكم، حرفيا هي متوفرة في كل البيوت، ومش محتاجين خامات كتير. احنا كل اللي محتاجينه مية او حليب او مية او حليب. يعني انت عندك مية مفيش مشكلة، وطبعا كلنا عندنا مية، هنحط مية مفيش مشكلة. بس انا هنا ضفت حليب عشان اعلي الدسامة فيها شوية. حضرتك دلوقتي احنا بنعمل كمية كبيرة، يعني انا بعمل كمية متضاعفة. فحضرتك انا هقول لك على مقادير الكيلو، عايزة تعملي نفس الكمية هتضاعفي المقادير اللي انا هقول لك عليها دي. المقادير بتاعتنا هنجيب كيلو دي، كوبايتين وربع مية، كوبايتين وربع مية، اربع معالق سكر، معلقتين خميرة، وربع معلقة بيكنج باودر، رشة ملح، كوباية الا تلت زيت على سمنة. سهلة كده. عايزة تكنسلي المية وتحط لبن مفيش مشكلة. طبعا اول حاجه هنحط الخميره ونحط الميه ونحط السكر ونحط البيكنج باودر ونحط الملح بتاعهم ونسيبهم ونقلبهم تقليبه محترمه في الميه كده لحد السكر بتاعنا ما يدوب. وبعد كده هنسيب الخميره بتاعتنا تتفاعل شويه، وبعد ما تتفاعل هننزل بالدقيق بتاعنا زي ما انت شفت قدامك كده. هنحاول ناخد الدقيق من فوق لتحت لحد ما نخلي الميه بتاعتنا والحليب بتاعنا يدوب في قلب الدقيق بتاعنا. هنقلب الدقيق بالراحه، نقلب العجين بتاعنا كده على الهادي زي ما انتم شايفين قدامكم بالظبط. كل الحركات والتريكات موجودة معاكم قدامكم اهوت. واي استفسار من اي حد يبعت لنا واحنا هنرد عليه ونجاوب عليه. طبعا عايزة تعلي الطعم شوية، ممكن نضيف شمر، ممكن نضيف ينسون، ممكن نضيف سمسم. لو انت حابة تحشيها ممكن تحشيها برضو، اي حشوة عايزة تحشيها مفيش مشكلة. اه، هنقلب زي ما انتم شايفين قدامكم كده لحد العجينه بتاعتنا ما تاخد وتدي معانا. اهو كده احنا دوبنا الميه بتاعتنا، بس احنا ضايفين ميه وحليب لحد ما خد وده في العجين بتاعنا اهو. قلب، قلبنا اهوت زي ما انتم شايفين بنقلب العجين بتاعنا لحد ما هنيجي نضيف السمنه والزيت. هنا ضفنا السمنه والزيت بتاعنا اهوت، وهنبدا نعجن. اي حد بيعرف يعجن، لو عندك عجان مفيش مشكله. بعد ما عجناها شويه في البسيمه بتاعت العجن بتاعتنا، هناخدها كده زي ما انتم شايفين على رخامه نظيفه، ونبدا نفتح العجينه بتاعتنا عشان تدينا المطلوب اثباته. طبعا لو احنا في شتاء او الجو ساقع، هنحطها في البسيمه بتاعتنا تخمر تلت ساعه بالظبط، بس بعد ما نفتحها على الرخامه بتاعتنا زي كده. ولو عندك عجان اعجني فيه. اه، هنا حطيناها في البسيمة بتاعتنا وهنسيبها لمدة تلت ساعة في الجو الساعة. لو جو صيف هنسيبها 10 دقايق بالظبط ونبدأ نشتغل فيها. هنا هنسيبها تلت ساعة عشان احنا الجو ساعة، وبعد تلت ساعة ان شاء الله نبدأ نقطعها كور متساوية. الكور المتساوية دي حضرتك بقى عايزة تعمليها، لو عندك ميزان وعايزة تعمليها من 60 ل70 جرام. لو ما عندكيش ميزان ممكن تاخديها بديكي، بديكي زي ما انا بعمل كده بالظبط، كور كلها متساوية، وتحطوهم في صاج. هنحطهم في الصاج اللي هنحط فيه ده مش هيكون فيه سمنة ولا زيت، لان هي فيها دسامة او فيها زيت. يعني مش عايزين نزود كمية الزيت والسمنة الموجودين فيها. اه،
هنبدأ نحطها زي كده وهنسيبها برضو تخمر تلت ساعة. هنا بعد ما خمرت معانا اهي حاجة بسم الله ما شاء الله اهو. بعد ما فردنا في الصاج وسبناها خمرت تلت ساعة بالظبط تاني، ده بعد ما حطيناها في البسيمة. هنا تلت ساعة تاني، وهنبدأ ناخدها بقى نكسر الخمر بتاعها شوية زي ما انتم شايفين مقطعينها مع حضراتكم اهوت. كلها كور متساوية، كلها قد بعضيها، مفيش كورة أكبر من التانية. اه كده تلت ساعة في البسيمة، تلت ساعة في الصاج، وهنبدأ نكسر الخمر بتاعها زي ما انتم شايفين معانا اهوت اهي. هنمسك الواحدة كده ونلفها على تحت، نكسر الخمر بتاعها شوية اه، عشان لما نيجي نفردها وشها ما يشققش معانا. كده فردنا، عملنا واحدة وادي التانية اهو، وادي التالتة. شايفين بنلفها لتحت ازاي؟ يا ريت كل حاجة تكون موضحة مع حضراتكم في الفيديو اه. وادي الرابعة. بعد ما نلفهم كده هنسيبها تخمر تاني تلت ساعة، عشان واحنا بنفردها نلاقي العجينة معانا ماشية زي اللوز. يعني احنا كده سيبناها تلت ساعة في البسيمة، تلت ساعة بعد ما قرصناها، تلت ساعة بعد ما كسرنا الخمر بتاعها. هنا المرحلة النهائية اللي احنا هنفرد فيها القرص بتاعتنا الممتازة، بالمقادير اللي يعني مش مكلفة خالص. يعني القرصة دي بتنباع في الفرن بتلاتة أربعة جنيه أو بخمسة جنيه. احنا هنعمل بكيلو دي هنعمل لولادنا كمية محترم في البيت اه. هنا فردنا العجينة، شايفين العجينة ماشية معانا ازاي؟ حاجة بسم الله ما شاء الله اه. هنفردهم زي كده، فردنا واحدة فردنا التانية. الفرد بتاعنا يا جماعة هيكون النسبة بتاعتها او الارتفاع بتاعها ما يكونش غير نص سنتي بالظبط اه، نفس الفرد اللي احنا فردينه ده بالظبط. وبعد ما نفردها برضو زي كده هنسيبها برضو تخمر تاني تلت ساعة في الجو اللي هو الساقعة. انما لو في الصيف ممكن نفردها يعني 10 دقايق كل مرة، كل مرحلة من المراحل اللي احنا اتكلمنا فيها دي 10 دقايق بالظبط. هنا بعد العجينة بتاعتنا ما خمرت حاجة بسم الله ما شاء الله، شايفين حجمها تضاعف ازاي. هنبدأ دلوقتي يكون الفرن بتاعنا والع وندخلها الفرن على درجة حرارة في النص 180 درجة. طبعا هنا بعد ما طلعت من الفرن شايفين الشكل وشايفين اللون عامل ازاي. لو انت ما عندكيش بخاخة هنحط فيها شوية مية على زيت ونبدأ نبخها بمجرد ما تطلع من الفرن على طول. انما هنا احنا دلوقتي ما معناش بخاخة، فاحنا عندنا فرشة، هنبدأ بالفرشة بس ايه نمسح وشها كده بعد ما تطلع من الفرن على طول. شايفين الشكل، شايفين الجمال، شايفين الحلاوة. طبعا ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع الشيف إبراهيم حسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.